أهلا وسهلا بكم في قناة أخبار الويب المغربي. رصاصة طائشة تنهي حياة رجل أعمال مغربي بالعرائش. إليكم التفاصيل. لقي رجل أعمال مغربي مصرعه يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري، وذلك إثر إصابته برصاصة طائشة من بندقية صيد بإحدى غابات إقليم العرائش. ووفق المعطيات فإن المعني بالأمر كان في رحلة صيد بغابات جماعة الغدير الواقعة بإقليم العرائش، وذلك قبل أن تصيبه رصاصة صيد طائشة أطلقت من بندقية أحد زملائه ليلفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان. ويتعلق الأمر برجل أعمال مشهور بمدينة طنجة، حيث كان يشتغل قيد حياته في قطاع النسيج ويشغل العشرات من العاملات والعمال. هذا وفور علمهم بالواقعة انتقلت السلطات إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات النازلة، فيما تم نقل جثة الضحية نحو مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلكم زر الجرس ليصلكم كل جديد.